قبل مشاهدتك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر خيار تنبيه الإشعارات ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي ومشاهدين قناة سكيورتي عمان في هذه الحلقة والدرس الثاني من أساسيات كالي لينكس. راح نشرح بعض الأوامر الأساسية في الكالي لينكس، كيفية إنشاء ملف وكيفية فتحه وكيفية معرفة الملفات. في بداية الأمر شرحنا في الدرس السابق عن بعض الأوامر مثلا cd والأمر ls وبعض هذه الأوامر. قم بالرجوع إلى الفيديو السابق لتعرف هذه الأوامر وتعرف ما تعني وتعرف كيف تستخدمها. في هذا الدرس أيضا راح نقوم بإنشاء مجلد. مثلا هنا راح نقوم بإنشاء مجلد كما أخبرتكم سابقا. راح تقوم بكتابة الأمر كدير وتقوم بكتابة اسم هذا المجلد. راح اكتب مثلا هذا الاسم مجلد على سبيل المثال فايل، وراح تقوم بالضغط على انتر. عندما يقوم بإعطاك هذا الفراغ هنا يعني لا توجد أي مشاكل وقام بإنشاء هذا الملف. هنا راح نقوم بكتابة الأمر ls مجددا. مثل ما تلاحظوا هنا راح يكون هنا موجود الملف، هذا هو فايل. راح نقوم بالدخول إلى هذا الملف بكتابة الأمر cd يعني change directory فايل. راح تقوم بكتابة الفايل وتقوم بالضغط على تاب. راح يقوم بتكملة هذه الجملة. تاب هي موجودة عندك في الكيبورد هنا أسهمين متعاكسين. راح تضغط على انتر. بعد ذلك مثل ما تلاحظوا هنا الملف فارغ. راح نقوم بإنشاء ملف وإنشاء أو ملف txt لكتابة بعض المعلومات عليه. راح تقوم بكتابة الأمر touch. هذا الأمر يعني إنشاء ملف بامتداد txt يعني مستند لتقوم بالكتابة عليه. بعد ذلك قم بكتابة اسم هذا txt. راح أقوم بكتابة الاسم على سبيل المثال نوت. بعد ذلك راح تعطيه الامتداد txt لازم يكون txt. بعد ذلك قم بالضغط على انتر. عندما يعطيك هذا الفراغ يعني أنه نجح. راح تقوم الآن بكتابة الأمر ls. مثل ما تلاحظوا هنا هذا هنا الملف موجود. طبعا لا يمكن فتح هذا الملف بالأمر cd أو change directory. لا يمكن فتح هذا الملف لأنه امتداد txt. إذا كيف راح نقوم بفتح هذا الملف أو الكتابة أو التعديل عليه؟ قم بكتابة هذا الأمر nano. بعد ذلك قم بكتابة الملف هنا. راح تضغط على انتر. هنالك خطأ نانو. هنا راح تكون نانو. وبعد ذلك قم بكتابة ايضا الملف. مثل ما تلاحظوا هنا فتح الحين عندنا هذا. راح نقوم بكتابة هنا اي شيء. راح نكتب هنا اي شيء فقط كلام. بعد ذلك قم بالضغط على الامر كنترول او. بعدين راح تضغط على انتر. وهنا عندما تريد الخروج من هذا الملف من هذا هنا الكتابة قم بالضغط على كنترول اكس. اذا قم بالضغط على كنترول او لحفظ هذا الكلام الذي قمت بكتابته والضغط على انتر. بعد ذلك للخروج قم بالضغط على كنترول اكس. راح يقوم بالخروج. مثل ما تلاحظوا هنا لقد خرج الحين من الملف. الحين راح نقوم بمشاهدة الذي كتبناه بدون فتح هذا الملف. نريد أن نشاهد هذا الذي كتبناه داخل هنا أو الكلام الموجود داخل هذا الملف txt. نريد مشاهدته فقط هنا في التيرمينال دون الدخول إليه. راح تقوم بكتابة هذا الأمر cat وتقوم بكتابة اسم ملف هنا. راح تضغط على انتر. مثل ما تلاحظوا هنا قام بطباعة لنا الكلام الموجود داخل txt بدون ما يعني نفتح هذا الملف. إذن اليوم شرحنا كيف تقوم بإنشاء المجلد بميك دايركتوري، هذا هو الأمر. وأيضا كيف تقوم بإنشاء مجلد بامتداد txt. وأيضا قمنا بشرح نانو وهو كيف تقوم بالتعديل على الملف بواسطة الترمينال أو الكتابة عليه. وهنا كيف تقوم بطباعة أو مشاهدة الكلام الذي موجود داخل هذا الملف txt وهنا طباعته في التيرمينال. وهنا قد نصل إلى نهاية حلقتنا. أتمنى دعمكم بنشر الفيديو والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.